اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. هنعمل مع بعض حاجه من الكلاسيكيات كده جميله جدا. هنعمل مع بعض صينيه المكرونه بالبشاميل بكامل شياكتها واناقتها ورونقها. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم جدا ومش هتبطلوا تعملوها بالطريقه دي ولا هتغيروا الطريقه خالص. عملت صينيتين، واحده معاكم في الفيديو وواحده بره الفيديو طبعا عشان عزومه فمش هنقطعها. شايفين واخده لون جميل خالص. صينيه غمقت اللون بتاعها شويه وصينيه فتحت اللون. انتوا بتقدروا تتحكموا في لون الصينيه وكمان في مطة الجبنه. وكل ما فتحنا لون الصينيه مطة الجبنه هتكون اكتر، وكل ما غمقناها مطة الجبنه هتقل. فانتوا بتقدروا تتحكموا في درجه اللون براحتكم. كمان هقول لكم على كل الاسرار والتريكات اللي هتطلعها معانا كريمي وجوسي وطعمها رهيب جدا. يلا بينا على الفيديو على طول بدون مقدمات كتير. طبعا قبل ما نبدا في اي وصفه لازم نرتب الخطوات عشان نسهل على بعض ونسهل الوصفه وما يكونش معانا اي صعوبه خالص، حتى البنات الصغيرين يقدروا ينفذوا الوصفه دي. اول حاجه هنعصج اللحمه في طاسه سخنه على النار. هنضيف معلقتين كبار من الزيت لو اللحمه قليله الدهن. لو اللحمة دهنها كتير يبقى مش هنضيف اي زيوت خالص، ممكن نخليها زيت على سمنة او زيت على زبدة. ضفت ربع كيلو من اللحمة المفرومة، مش هنيجي جنبها خالص غير لما تاخد صدمة كده ولون من تحت. هنبدأ نقلبها لحد ما تفلفل معانا وتشرب كل السوائل اللي نزلت منها. لازم ننزل بيها في طاسة سخنة كفاية علشان خاطر اللحمة ما تنزلش عصارتها وتنشف مننا، فكده تكون تفضل محتفظة بالعصارة بتاعتها وتستوي معانا وتبقى جميلة جدا وطرية وجوسي في نفس الوقت. وبكده نضمن ان ما يكونش في اي زفارة خالص في العصاج بتاعنا، علشان اللحمة استوت نص سوا وخدت الصدمة بتاعتها كفاية. بعد ما اللحمه اتفلفلت معانا هنضيف عليها بصلايه كبيره كده عملاقه مفرومه ناعم، ويفضل تكون البصله كده بيضه معانا عشان يكون طعمها مسكر مش لاذع، ولو ما فيش غير البصل الاحمر ما فيش مشكله. وبعد ما البصل دبل معانا كده هننزل بنص معلقه صغيره من الثوم المفروم وجزرايه متوسطه مبشوره. الجزرايه هتديني تسكيره وهتدي طعم رهيب خالص للعصاج بتاعنا. بعد ما الجزرايه خدت تشويحه كده وريحه الثوم طلعت هنضيف التوابل. انا معايا توابل بسيطه جدا مش فيهاش اي افتكاسات خالص. هنضيف معلقه صغيره من الملح ونص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ولو في رشه جوز الطيب حاجه بسيطه خالص. خلاص مفيش مشكله، بس كده. بعد كده هنضيف كوب من عصير الطماطم ومعلقه صغيره من الصلصه ونقلبهم مع بعض كده، وبعد كده رشه من السكر. بما اننا ضفنا صلصه وضفنا طماطم يبقى لازم نرشه من السكر عشان تديني تسكيره وتمنع الحموضه من العصاج. وكده اللحمه استوت معانا وخلاص ما عادش فيها اي سوائل، مفيش غير صوص بسيط كده فيها. وقبل ما نطفي النار مباشره هنضيف معلقه كبيره من الشبت المفروم وقرن من الشطه الحاميه، دول هينقلوها نقله تانية خالص. ونطفي النار على كده، وكده العصاج بتاعنا جاهز. نعمل الخطوه اللي بعد كده، هنسلق المكرونه في حله كبيره فيها ميه بتغلي. هنضيف لها معلقه كبيره من الملح ومعلقه صغيره من الزيت، وهننزل بنص كيلو من المكرونه البنه. هنديها تقليبه ونسيبها على نار عاليه لحد ما تستوي معانا 3/4 سوا، ولازم الميه تكون غمراها كده ومغطياها تماما. احنا مش عايزين ان المكرونه تستوي جامد ولا تتهري، ودي تركايه كمان. يعني مثلا لو مكتوب على الكيس 8 دقايق يبقى هننزلها 6 دقايق عشان تفضل محتفظه بشكلها. ونطلعها على مصفى ونسيبها على جنب تبرد لحد ما نجهز الخطوه اللي بعد كده. وفي نفس الحله اللي سلقنا فيها المكرونه هنعمل الخطوه اللي بعد كده وهي البشاميل. على نار هاديه هنحط الحله علشان خاطر البشاميل اللي ما يتحرقش مننا. هنضيف 3 معالق كبيرة من الزيت ومعلقة كبيرة من الزبدة. أول ما يدوبوا مع بعض كده هنضيف 4 معالق كبيرة من الدقيق. هنفضل نقلب كده لحد ما ريحة الدقيق تختفي والدقيق يستوي معانا ولونه يتغير ويعمل فقاعات كده ويبقبق. بعد كده نبدأ نضيف الحليب بالتدريج، عشان خاطر لو احنا أول مرة ومبتدئين هيطلع معانا كريمي وجوسي لو اتبعنا الخطوات دي لحد ما يعمل معانا عجينة كده ناعمة ويختفي كل كمية الحليب. هنحط الكمية اللي بعد كده، مش هنحط الحليب كله مرة واحدة علشان ما يكلكعش مننا والخليط يخرز معانا ويبوظ. والحليب لازم يكون معانا بارد والخليط يكون سخن، او الخليط البشاميل يكون سخن، او العكس، الحليب سخن والبشاميل بارد علشان يطلع معانا مظبوط ومش مكلكع ولا اي حاجه. كل ما تختفي كميه الحليب نحط الكميه اللي بعد كده لحد ما نخلص كل كميه الحليب. لو وقفنا لحد كده تمام. ده الخليط الاساسي بتاع البشاميل اللي هو ماده دهنيه وفي الغالب بتكون زبده ولبن ودقيق. هنضيف كريمه طبخ او كريمه طهي
او كريمه دفء او كريمه لباني. الاضافه اللي بعد كده معلقتين كبار من القشطه، سواء القشطه البلدي وش اللبن او القشطه المعلبه. الاضافه الثالثه اللي هو الجبنه الكريمي او الكريم تشيز. كده 3 اضافات هنضيفهم مع بعض. لو موجودين ال3 تمام، مش موجودين ال3 او موجوده واحده بس مفيش مشكله، ممكن انتم تستغنوا عنهم، دول اختياري بس هيخلوا الخليط كريمي اكتر وجوسي. انا الكريم تشيز مش متوفر فضفت الكوكين كريم وضفت القشطه. ضفت كوبايه من كريمه الطبخ او كوكين كريم. بعد كده هنديها تقليبه ونضيف رشه من الفلفل او نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود او الفلفل الابيض، ومعلقه صغيره من الملح، والملح طبعا حسب الذوق. هندي تقليبه. بعد كده هنضيف كوبايه من الجبنه الموتزاريلا على الجبنه الشيدر، هتديني مطه زياده ودي برضو اختياري. وضفت كمان معلقتين كبار من القشطه. هيدوب كل الكلام ده مع بعضه. بعد كده رشة من جوز الطيب هتنقل الخليط في حتة تانية خالص. دي كل المنكهات والاضافات اللي انا ضفتها على البشاميل وعلى العصاج. هنعمل تيست كده للخليط بمعلقة كده وبطرف الصباع، هنعمل علامة كده في المعلقة. لو الخليط مرجعش لبعضه تاني يبقى خلاص كده استوى معانا. لو لقيناه رجع لبعضه تاني يبقى كده ايه، محتاج يتقل شوية على النار. طبعا لو الخليط طلع معانا سميك او تقيل هنرجعه للقوام اللي احنا عايزينه باضافه شويه من الحليب او اللبن. لو الخليط طلع معانا خفيف عشان ما نعملش اي غلطه ما نضيفش دقيق على طول كده. في معلقتين من الميه هنضيف معلقه كبيره من الدقيق وندوبهم كويس جدا مع بعض. بعد كده نضيفهم على خليط البشاميل. هيتقل معانا على طول. احنا عايزين قوام يكون خفيف علشان خاطر لسه هيستوي معانا في الفرن، وبعد كده لما نطلع الصينيه هيبرد، فاحنا مش محتاجين ان هو يكون تقيل من الاول، احنا محتاجين يكون لسه ايه، خفيف نوعا ما. وكده خلاص كل حاجه جهزت معانا، العصاج والمكرونه والبشاميل. هنبدا بقى نرص الصينيه ونطبقها. معايا صينيه متوسطه هنضيف فيها دهنه من الزيت، وبعد كده هنضيف طبقه بسيطه من البشاميل، كبشتين كده بس في قاع الصينيه، سواء صينيه بايركس او صينيه الومنيوم ايا كان نوع الصينيه. رشه الزيت او دهنه الزيت عشان نضمن ان قطعه المكرونه تطلع سليمه لما نيجي نقطعها. بعد ما حطينا نص كميه المكرونه هنضيف كمان كبشتين كده من الصوص البشاميل على المكرونه ونوزعه برضو. نسيب باقي البشاميل لوش الصينيه. بعد كده هنضيف كل كميه اللحمه اللي احنا عملناها ونوزعها على الصينيه. وبعد كده رشه اختياري من الجبنه الموتزاريلا على اللحمه. بعد كده هنرص بقى ايه كمية المكرونة اللي معانا ونضيف عليها البشاميل. بعد ما رصينا كده صينية المكرونة هنضيف بقى ايه كمية البشاميل اللي معانا. بعد ما خلصنا كل كمية البشاميل اللي معانا ظبطنا شكل الصينية كده. ممكن في المرحلة دي ندخلها الفرن تاخد تشميعة على درجة حرارة 200، رف اوسط، نار تحت بس، ونخرجها بعد ما تاخد التشميعة حوالي 15 دقيقة كده في الفرن. فيها رشة الجبنة الموتزاريلا ونتحكم في لون ومطة الجبنة الموتزاريلا، او تعملوا زي ما انا عملت كده نرش الجبنة الموتزاريلا عليها على طول، ان كده كده كل حاجة مستوية معانا، فهتاخد تشميع بسيطة كده والجبنة هتاخد لون وخلاص كده نخرجها معانا بعد ما اخدت اللون الجميل ده. وطبعا زي اي وصفة بشاميل لو احنا حابينها تتقطع معانا قطعة سليمة يبقى هنسيبها تهدى شوية بعد ما نخرجها، يعني حوالي نص ساعة كده او ساعة بالكتير. ولو احنا مش مهتمين خالص بموضوع ان هي تطلع قطعة سليمة يبقى هنقطعها على طول تكون معانا كده سايحة ونايحة كده وجميلة. اتمنى تجربوها بالطريقة دي وان شاء الله هتعجبكم جدا، واشوفكم على خير في فيديو جديد. سلام.